مساء الخير. صاحبة القصة بتقول اسمه هدى، عندي 17 سنة. من يوم وليلة حياتي كلها اتغيرت وفجأة بقيت لوحدي، مفيش حد عايش معايا. والدي ووالدتي كانوا سايبين مبلغ كويس قدرت إن أنا أعيش بيه حوالي 3 سنين. أختي متجوزة بقالها حوالي 20 سنة، هي أزيد مني في العمر كتير وأنا كنت الصغيرة. قد إيه كان والدي ووالدتي مخليني عايشة حياة فعلا بجد جميل، ما كنتش شايلة هم أي حاجة. وفعلا حياتي كلها كانت بمعنى الكلمة، كانت حياة جميلة جدا أي بنت في الدنيا تتمناها. كنت بروح دايما لأختي دي زيارات، الود بينا ما كانش كتير قوي عشان هي دايما كانت مهتمية بولادها وبحياتها، وحماها ما كانش بيحب أبدا إن هي تمشي وتسيب البيت، بالذات إن هي حماتها متوفية من فترة طويلة وسنين طويلة، وهي اللي كانت مسؤولة عن البيت وشؤونه. وكان دايما حماها سايب لها كل شيء ومقدر إن هي المسؤولة عن كل حاجة. حياتهم مبسوطة جدا وأمورهم متيسرة، وجابت ولد وبنت، لكن اتعلموا كويس جدا، كانت حريصة جدا على التعليم. وطبعا البنت اتجوزت أو الولد سافر بره يكمل تعليمه. وبعد وفاة جوزها ما كانش حد موجود في البيت إلا هي وحماها، وطبعا ما كانتش بتحب أبدا إن هي تمشي وتسيب البيت. وطبعا هنا بعد ما خلاص فلوسي خلصت ما بقاش معايا فلوس أدفع تمن الإيجار، وما كنتش عارفة أعمل إيه. فكرت كتير جدا ورحت لها مع إن ظروفهم متيسرة، طلبت منها مبلغ، قلت لها عشان الفلوس اللي معايا خلصت، لكن هي طول عمرها بخيلة ومش بتحب أبدا إن هي تدي فلوس لحد. لقيتها بتقولي الشقة تحت فاضية، مفيش أي مشكلة إنك انتي تيجي وتقعدي معايا، البيت مفيهوش حد غير أنا وانتي وحماية، هتيجي تقعدي معانا في البيت، البيت كبير جدا ومفيش داعي إنك تقعدي إيجار أو إن أنا أضطر أدفع فلوس تبقى رايحة على الأرض خسارة. الصراحة كنت زعلانة جدا منها، بالذات إن هي فعلا قصرت معايا ومرضتش تديني فلوس، مع رغم إن أنا عارفة إن هي تقدر ومعاها كتير، لكن ما لقيتش عندي أي حل. مش معقولة هقعد في الشارع. أخدت شنطة هدومي وأخدت بعضي ورحت عندها وقعدت. الصراحة ما كانتش بتأثر معايا في حاجة، معظم الوقت الأكل والشرب وكل حاجة في قلب البيت، وكانت هي مسؤولة زي ما قلتلك عن كل حاجة. كنت كل اللي بعمله إن أنا بروح دراستي وبرجع، لكن عمري في حياتي ما كنت بعمل أي شغل في أي حاجة. كانت بتفضل هي الصراحة بتعمل شغل كتير في البيت، وكانت دايما بتأدي كل واجباتها على أحسن وجه، لكن كان معظم الوقت قاعدة تحت عند حماها، مش بتطلع شقتها كتير، ودايما حتى معظم الأيام بتنام تحت عادي، عاملة لنفسها أوضة بترتاح فيها عشان الأكل والشرب وكل حاجة بتعملها تحت في البيت. البيت كبير جدا ومش طبعا أكيد هتسيبه وتعمل الأكل في شقتها، فهو ده السبب اللي كان بيخليها معظم الوقت تحت. طبعا كنت دايما بقول لها ليه ما تجيش تنامي معايا فوق في الشقة، عشان شقة كبيرة وانا بحب حد يبقى موجود، لكن هي كانت بتقول لي ان حماية بتضايق، او ان انا دايما طبعا بحب ان هو يبقى مرضي ومش زعلان. وفي الوقت ده ما كانش في ليه حد خالص في الدنيا الا ابنه اللي توفى، وطبعا ابنه مسافر بيتعلم لسه، او بنتها متجوزة. وساعتها اتفاجئت بحاجة عمري ما تخيلت أبدا إن هي تكون موجودة. في يوم كنت برتب لها الشقة زي هي ما طلبت مني، وبالذات الغرفة بتاعتها اللي هي كانت بترتاح فيها، وطبعا لقيت الأوراق والحاجة مش محطوطة كويس، وبدأت إن أنا أرتبها. وكنت بحكم إن أنا برتب الأوراق دي بقرا كل حاجة عشان أحط كل الورق مع بعضه. واتفاجئت ساعتها إن حماها كاتب كل حاجة باسمها، البيت والأرض وكل حاجة والعربية والفلوس كمان، لقيت معاها رصيد كبير جدا في البنك. اتفاجئت بكل الحاجات دي عن أختي وما كنتش أعرف أبدا أي حاجة عن الكلام ده كله.
كنت مستغربة جدا، وكنت بقول يعني كويس إن حماها راجل طيب أو كويس بالشكل ده عشان يقدر يأمنها، لكن بقيت مستغربة لأن مفيش حد بيعمل كده. وبدأ الموضوع ياخد معايا طريقة تفكير مختلفة شوية. بدأت أركز في كل حاجة بتحصل حواليا، وبدأت أركز في التصرفات. كانت دايما بتتعامل هي وحماها بطريقة يعني إيه جميلة جدا، فيها مرح، ما فيهاش أي مشاكل، في تفاهم قوي، في اهتمام برضو. كل حاجة كانت تلفت النظر بجد. لكن أنا كنت بقول ده بحكم عشرة السنين. وبعد كده طبعا قلت عادي. كنت بفكر ان انا اسألها، لكن ما حبيتش ان انا اتدخل في شيء ماليش فيه، بالذات ان هي زي ما انتوا عارفين ان هي من النوع اللي بيحب يحافظ على الفلوس، بيحب المادة جدا جدا. فخفت ان هي تعرف تقول مثلا تفهم عني حاجة غلط، وقررت ان انا ما اتكلمش معاها في حاجة. لكن كان عندي فضول افهم ليه كل ده حصل، او ليه هو يعني عمل كده، بالذات إن هو لسه عايش، وبالذات أكتر إن دي مرات ابنه. ما خافش منها إن هي ممكن مثلا تفكر تتجوز بعد ابنه متوفى، أو كل ده مثلا تاخده ليها وتمشي. والغريب أكتر إنه ما اعترضش على وجودي، وقال لها لو من أهلك 1000 بني آدم، كل اللي عايز يجي عشان خاطرك. كانت طريقة الترحيب والكلام يعني جميلة بطريقة مش عادية بجد. وفي الوقت ده فضولي كان أكتر. كنت راجعة في يوم من الدراسة بتاعتي بدري. قررت إن أنا أروح البيت لما ملقتش عندنا حاجة مفيدة، وقررت إن أنا ما أخشش المدرسة. وفعلا أخدت بعضي ورديت. ساعتها كان طبعا معايا مفتاح للبيت كله، مفاتيح. هي كانت عطياني مجموعة من المفاتيح، قالت لي عشان في أي وقت لو انتي مثلا رجعتي، ولا أنا برا، ولا في أي حاجة. وفعلا فتحت البيت اللي تحت، وقررت ان انا اخش واقول لها ان انا رجعت، وان لو احتاجت حاجة وكده. وكنت حاسة ان انا متضايقة، وكان في دماغي تفكير كتير. فقلت ان انا يعني اعرفها برضو ان انا جيت واقعد معاها، علشان يعني ايه، انا مش محتاجة انام، وفي نفس الوقت متضايقة من قاعدة لوحدي. فتحت بشويش خالص. كان الوقت بدري ومكنتش عايزاها برضو يعني اعمل دوشة. قررت ان انا اخش احضر فطار خفيف. كنت حاسة ان انا جعانة، وقلت استنى كده لما هي تقوم من النوم براحتها. وفعلا فتحت او دخلت وبدأت احضر فطار من المطبخ من غير ما اعمل صوت. لكن ساعتها كان باب الأوضة عندها مش مقفول قوي، يعني في جزء بسيط كده مفتوح. وفجأة سمعت كده أصوات غريبة. قلت يمكن هي بتنادي عليا وأنا مش سامعة، أو في حاجة، لأني بين المطبخ والأوضة مش كتير. ورحت عشان دخلت فجأة عشان أسألها لو في حاجة أو محتاجة حاجة، وأعرفه كمان إن أنا رجعت. واتفاجئت إن ساعتها كان حماها عندها، أو كانوا بيتكلموا في حاجات كتير عمري ما تخيلت إنهم ممكن يكونوا بيتكلموا فيها أصلا. ساعتها وقفت مكاني ولقيت نفسي مش عارفة أتكلم، أو كنت محرجة جدا. لكن هي كانت مصدومة ومش عارفة تقولي إيه، واتفاجئت بوجودي، ولقيتها مش عارفة تتكلم ولا تقولي حاجة. أخدت بعضي وطلعت فوق. بدأت أفكر وأراجع كل الأحداث، أو ساعتها بس فهمت ليه دلوقتي كل حاجة باسمها، وليه هو مقتنع 100% إن هي مش هتفكر تتجوز، لأن الأمور بينهم كويسة جدا جدا، ومش محتاجين مش محتاج إن هي تثبت له حاجة. وساعتها لقيتها طالعة عندي وبتقولي خلاص اعملي حسابك إن الحياة دي هتكون هي الطبيعية، وطبعا أقدر إنك ما شفتيش حاجة أو حتى ما سمعتيش حاجة. ساعتها لقيت نفسي برد عليها وبقول لها ازاي انك تقبلي كده، وازاي انك تكلميني بالشكل ده. عمري ما كنت اتخيل انك تكوني بالطريقة دي او بالاسلوب ده. ردت عليا وقالت لي امال يعني كنت عايزة حياتي تمشي ازاي؟ او انا بعد ما خلفت ولادي الاتنين لقيت نفسي قدام راجل محتاج رعاية ومحتاج صبر ومجهود. طيب وانا حقي كست اعمل فيه ايه؟
اضطريت إن أنا أصبر عشان ولادي. حسيت إن هي بتطلعلي مبررات للموقف، وساعتها رديت عليها وقلتلها مهما تقوليلي أو تبرريلي لازم تفهمي إنك مش هتقدري تقنعيني أو تغيري وجهة نظري. ولقيت نفسي بلم شنطة هدوم وهي بتقولي هتروحي فين وانت ملكيش حد وكمان ما معكيش فلوس. طبعا ساعتها اقعدي وقدري انك ما شفتيش حاجة وما تعرفيش حاجة، وليك عليا ان انا مش هتدخل في اي حاجة انت تعمليها. ساعتها حسيت قد ايه ان انا متضايقة، ويوم ورا يوم مش قادرة اتقبل الموقف، لكن في نفس الوقت مش عارفة اعمل ايه. اتقدم لي واحد من عندهم من العيلة، وطبعا ده كان يعني شاب مناسب، لكن أنا ما كنتش حابة أجواء المكان عندهم هناك، وكمان ما فيش يعني إعجاب متبادل، ومش عارفة بجد أعمل إيه. محتاجة إن انتوا تقولولي رأيكم أتصرف إزاي، لأن رأيكم مهم بجد.